تعادل مخيب تماما تماما للامال. بدايه غريبه في الدوري، انت بتلعب ماتش بتتعادل، ماتش بتكسب، ماتش بتتعادل. يا نهار ابيض! يعني احنا بعد كل اللعيبه دي وبعد التعاقدات دي احنا قلنا ده احنا لا، احنا هنخلص الدوري ده في اول اربع خمس ماتشات. مش ممكن. النهارده الفريق كان حلو قوي في الشوط الاول، ماشي كان حلو جدا، بس الاهداف ضاعت ما بين حظ سيء، ما بين رعونه، ما بين تسرع، ما بين انانيه. هو ده ينفع؟ ينفع اصلا انك تبتدي يا ريبيرو بكل اللعيبه القويه اللي عندك تروح نازل بيهم ومفضي الدكه؟ انت المفروض يبقى جنبك خلاص، هتلاعب تريزيجيه يبقى خلي بن شرقي جنبك، هتلاعب بن شرقي خلي تريزيجيه جنبك، خلي لعيبه من اللي هي بتنزل تغير الماتشات. مش هتحط طاهر جنبك وتقول انا هغير الماتش. يعني انت الشوط الاولاني كله وجزء من الشوط الثاني انت مش عارف تحط اهداف بين شرقي وبين رمضان، فحضرتك قررت تنزل بين طاهر وبين كوكا وبين الشحات. هم دول اللي هيجيبوا لك الفوز؟ ده طاهر. يعني طاهر وكوكا النهارده قدموا كوره في شويه هدوم يخلوك تنسى الكوره، او تتمنى تنسى الكوره، او تكره الكوره. الحقيقه كوكا يا جماعه بعيد تماما عن مستواه. انا مش بحب اروح للاعب بعينه في النادي الاهلي، ما بحبش يعني اذي لاعب او اتكلم عليه كتير، بس كوكا بجد بجد لعيب بعيد عن مستوى النادي الاهلي تماما تماما. انا مش عارفه مين صاحب فكره ان كوكا ما يطلعش، ما يطلع بقسط ولا يطلع عليه حتى هديه. يعني كوكا يخلينا للاسف للاسف عينيه توجعنا من اللعب اللي بيلعبه. كوكا بعيد تماما عن مستواه يا جماعه، بعيد تماما. ما لو عايز يحترف ما تسيبوه يحترف يا جماعه، ما مش كده. بيضرب بغشوميه وبيدخل بطريقه غلط وبيقطع غلط وبينقل الكره غلط وبيباصي غلط، بيعمل كل حاجه غلط في الكوره. تعالى بقى نرجع للاستاذ ريبيرو تاني. هو حضرتك بعد 3 شهور وشويه انت مش عارف الفريق؟ احنا عدينا 3 شهور، ده احنا بقالنا بتاع 4 شهور. اه داخلين في 4 شهور انت مش عارف الفريق؟ لا عارف تبتدي بمين ولا تنهي بمين، وانت مش عارف امكانيات فريقك، ولا عارف مين اللي يبقى اساسي ومين اللي يبقى احتياطي ومين اللي ينزل ومين اللي يطلع. لا لا لا، ايه ده؟ لا انت يا عم بص بقى يا عم ريبيرو كده، انت يعني اخرك معانا ماتش بيراميدز، هتفضل تعمل اللي انت بتعمله ده، ما عندناش حاجه بقى يا اداره حساب نهايه الموسم. الف شكر يتكل على الله. لكن احنا مش هنبقى بالفريق ده واللعيبه دي والكواليتي ده وانا بتعادل ماتشين وبكسب ماتش. ايه ده؟ ده كولر ما كانش بيعمل كده في اخر فتره اللي احنا كنا متضايقين منه. لا الموضوع صعب جدا، استمرار الوضع كده صعب جدا. كان في شويه انانيه طبعا، كان في سوء حظ اوكي، بس لا طبعا ده غير طبعا الكارثه بتاعت التغييرات. الفريق القوي دكته لازم تبقى قويه، لازم تحافظ على قوه دكتك زي قوه الفريق اللي في الملعب. ده ما عملوش ريبير، ودي مصيبه. اه يا جماعه نسيت اقول لكم، المخرج اللي مش عارفه اسمه ولا يهمني اعرف اسمه ولا شرفني اعرف اسمه، بعتذر لكم جدا جدا انه يعني جه جزء كده من جمهور النادي الاهلي وهو بيصور ملعب. هو الراجل كان بيجيب المحله بس، هم في تعليمات ما تجيبش جماهير النادي الاهلي وبينهم، او لو هتجيبهم تبين انهم قليلين، لما تلاقي بقى الملعب مليان لا ما تجيبش، ما تطلعش ناحيه جمهور النادي الاهلي. فالراجل بيعتذر جدا 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 للناس اللي عينوه ان هو غصب عنه وهو جايب الملعب. يعني في جزء من لعيبه النادي الاهلي جه هو ما يقصدش، صدقوني ما يقصدش، فمعلش عدوها له غلطه وعديها له. فالمخرج بيعتذر جدا يا جماعه انه جاب جزء من جمهور النادي الاهلي وخالف التعليمات. المهم اتمنى ان الاداء يتحسن، اتمنى ماتش بيراميدز يكون مختلف، اتمنى يعني يا ريبيرو يعني تقرا الفرقه كويس وتفهم الفرقه كويس وتعرف امكانيات كل لاعب عندك.